في مايو 2003 وتحديدا على متن طائرة تونسية قادمة من روما، يقابل سامي الفهري شخص باش يبدل له حياته للأبد بالحسن الطرابلسي، ويتفقوا على تأسيس واحدة من أكبر شركات الإنتاج في تونس، كاكتوس برود. في الفيديو هذا باش نحاولوا نفهموا شنو علاقة سامي الفهري بالنظام القديم، وكيفاش نجح في عالم الإعلام وهيمنته خاصة على برامج الترفيه في تونس، وشنو القضايا اللي ترفعت ضده بعد الثورة، وبرشا تفاصيل أخرى. وكالعادة باش نفهموا الحكاية لازم نرجعوا للبداية. ولد سامي الفهري بتاريخ 7 نوفمبر 1971 في المرسى. عنده زوز أخوة سهيل وسلمى، ومتزوج بأسماء الفهري، وعنده زوز بنات عائشة وخديجة. دخل عالم التلفزة سنة 1998 وخدم كصحافي في إذاعة تونس الدولية اللي كانت موجهة للأجانب بالأساس، بحكم كان يتقن الفرنسية أكثر من العربية. بعد انتقل إلى قناة 7 وتونس 21، وشارك في برنامج اسمه واحد من 7 كمنشط. في الرحلة الشهيرة اللي حكينا عليها في بداية الفيديو، يلتقي سامي الفهري مع بلحسان الطرابلسي بالصدفة، ويتفقوا على تأسيس شركة كاكتوس برود، بحيث يمتلك بلحسان 51% من الشركة والباقي يكون لسامي. لكن ثم برشا أقاويل تأكد على أن المقابلة ما كانتش صدفة، بل سامي خطط لها من قبل، ومن خلال معارفه في التونسير باش يحجزوا له المقعد اللي بجانب بلحسان. بعد تأسيس شركة كاكتوس برود بدأت تنطلق برامج جديدة تلم الجمهور وتغزو الشاشات التونسية، خاصة في مجال الترفيه والألعاب التلفزية. ومن أشهر البرامج اللي أنجوها كانت آخر قرار، بعد مشروع حقوق برنامج لو مايون فابل من شركة الإنتاج الهولندية إندي مول، ودليلك ملك، وعندي ما أقولك، وسفيان شو، والمسلسل الغني عن التعريف مكتوب، اللي حققوا نسبة مشاهدة عالية وكانوا ظاهرة في وقتها. فالبرامج هذه ما كانتش مجرد تسلية، بل خلت شركة كاكتوس تسيطر على سوق الإنتاج التلفزي في تونس. وبالنسبة للجيل اللي ما عاشش الفترة هذه أو ما يتفكرهاش بالباهي، باش تفهم سامي الفهري كيفاش عمل طفرة في التلفزة التونسية، شوف اليوتيوب قبل وبعد ظهور مستر بيست. فاستديوهات كانت كبيرة وضيوف متنوعين، وبالأخص المبالغ اللي كانت للربح كانت ضخمة حتى في وقتنا تو. جمعة تعديت توا على ال 200 ألف دينار نتاع آخر قرار، روحت بالكرهبة مالها معبية بالفلوس، وصلت للدار. ايش قالوا لكم وكل ديجا كلمتهم قبل؟ كلمتهم وما حبوش يصدقوا. بعد الثورة سامي الفهري حل قناة جديدة اسمها التونسية، وكانت أول حلقة تم بثها هي رفعة الجلسة. وبالنسبة لكاكتوس برود فالدولة قامت بمصادرة النسبة اللي كان يملكها بلحسن، وجمدت النسبة اللي كان يملكها سامي الفهري. كاكتوس برودكسيون قاعدة قائمة الذات وحدها 51% من باي بالحسن طرابلسي وقعت مصادرته من طرف الدولة، معناتها نتاع الدولة وقعت المصادرة نتاعو، وال49% الأخرين قعدوا على ملك سامي الفهري أما مجمدين. في 2012 يتعرض لاتهامات بالفساد المالي واستغلال النفوذ من النظام القديم، خلت سامي يدخل في دوامة من القضايا والمحاكمات اللي وصلت لسجنه أكثر من مرة. ما تخافش غدوة صباح سيد الوزير باش تلقاني وين تحب تلقاني في سجن المرنقية يقول. في 2012 كانت أول مرة يدخل فيها للسجن بتهمة التسبب في خسائر مالية للتلفزة التونسية من خلال شركة كاكتوس، لكن يتم الإفراج عليه بعد عام. وفي 2019 يتعرض للتوقيف لمدة 10 أيام على خلفية تحقيق حول غسيل أموال وفساد يتعلق زاد بشركة كاكتوس. كان الرأي السائد وقتها السبب الحقيقي كان وثائقي حب يعملوا سامي على حركة النهضة وتحديدا راشد الغنوش. قناة الحوار التونسي تقدم سلسلة حلقات حول علاقة النهضة بالمال، تفكيك لغز تمويل النهضة والدور المحوري لعائلة الغنوشي. هل كانت كل العمليات تتم في إطار القانون والشفافية؟ هل كانت تخلو من الفضائح الأخلاقية والقانونية؟ كيف تتحكم عائلة الغنوشي في القرار داخل النهضة؟ المسألة الديمقراطية داخل حركة النهضة. الجزء الأول تجاوزات رفيق بوشلاكة، أو عندما تمول وزارة الخارجية جلسات خمرية وقفاتين. وأخيرا سنة 2021 يسلم نفسه للقضاء لتنفيذ حكم بسجنه 8 سنوات، لكن يخرج في نفس العام بكفالة. ما تحكمش عليها بعام، ما تحكمش عليه باثنين بثلاثة بأربعة بخمسة بستة بسبعة، حكموا عليه ب8 سنين كاملين، 8 سنين حبس. القصة لهنا أكثر من مجرد تغيير اسم، وركزوا معي شوي خاطر ثم برشا تفاصيل.
كيف ما حكينا سامي الفهري أسس قناة التونسية، لكن كان مقرها في أمريكا وتعود ملكيتها لشركة اسمها رينبو. لكن في 2013 بطريقة مفاجئة يدخل سليم الرياحي على الخط ويقوم بشراء ترددات القناة ويعلن انتهاء العلاقة مع شركة كاكتوس. فيلجأ سامي الفهري لشراء قناة الحوار التونسي من السياسي طاهر بن حسين، ويأسس شركة إنتاج جديدة اسمها 8 برود، ويرجع بقوة للمشهد الإعلامي ويطلق سلسلة من البرامج التي غيرت المشهد الإعلامي في تونس، ومن أبرزها لاباس، برنامج غني عن التعريف من تقديم نوف الورتاني، واللي جمع بين الكوميديا السوداء، الترفيه والحوارات الجريئة. وننصحكم تتفرجوا في الفيديو هذا كنت تحبوا تعرفوا عليه أكثر. وكذلك برامج أخرى كما أمور جدية وحكاية تونسية وبرشا أخرين. وهذا أبار المسلسلات اللي أنتجها كما أولاد مفيدة والفوندو والفلوجة وأخيرا الفتنة، اللي كانت مسيطرة سيطرة مطلقة على نسبة المشاهدات. فيثبت سامي الفهري للمرة الثانية أنه قادر على الهيمنة على المشهد التلفزيوني التونسي، مستفيدا من خبرته الطويلة وقدرته على فهم ذوق المشاهدين. البوفوار فاش باش نستعمل يا اخي بالاحسن يفهم في الاخراج، يفهم في الاعداد، عنده افكار. التمويل هاني معناتها القضاء قاعد يبحث واللجنه قاعده تبحث. جو ديفي كيكونك ابروفي اللي بالاحسن باش يصب مليم واحد، سامحني عايش نكمل صب مليم واحد فاش التمويل مليم واحد ما تصبش. التجهيزات هذيك لكل واحد الكل راهو الصوره خايبه ياسر. يا اخي هو قال لي استنى جور لو بلو درول دون تو سا، لو بلو درول دون تو سا et on a beaucoup rigolé. خاطر وقت اللي خرجنا من غادي هو قال لنا فهمت. من أبرز النقاط المثيرة للجدل في مسيرة سامي الفهري هي سياسة العقود الحصرية مع الممثلين. عقد حصري فيه كان مع الحوار التونسي حتى لقداش؟ حتى شي ظهر 2021 شو ما كان. فالعقود هذه تخلي الفنان ملزم قانونيا مش ما يخدمش مع حتى قناة أو مخرج آخر إلا بموافقة سامي. في الظاهر يظهر الأمر كأنه استثمار في المواهب، لكن في الحقيقة عنده برشا سلبيات. أول حاجة هي الحد من حرية الفنان، يعني تخلي الممثل مسجون في عمل واحد وما نجمش يجرب أدوار وتجارب مختلفة. ثاني حاجة تخلق حالة شبه احتكار في الساحة الدرامية، أقوى الممثلين مربوطين بالحوار التونسي وبقية القنوات ما تلقاش نفس الفرص. حتى الضغط النفسي يكون كبير، الفنان يولي تحت رحمة قرارات المخرج، وإذا دور ما عجبوش ما عندوش حتى حل كان يقبل، والنتيجة إنه نفس الوجوه تدور في نفس الأعمال، وأكيد الإبداع باش يتلاشى. على سبيل المثال مرة سامي وصل لمنع كريم الغربي من مقابلة مع لطفي العبدلي في قناة التاسعة. والأخطر من هذا إنه برشا أصوات من داخل الوسط الفني خرجت في الإذاعات كما EFM وانتقدت العقود هذه وقالت اللي هي تضر الفنان أكثر من اللي تنفعه. يعني باختصار العقود الحصرية كانت سلاح سامي الفهري باش يسيطر على السوق، أما في نفس الوقت كانت نقطة جدل كبيرة وحطمت برشا مواهب. ما عندكش دور في قناة الحوار التونسي تقعد ما تخدمش في رمضان لأنه كونترا ديكسكلوزيفيتي، معناها ما تنجمش حصري موجود على ذمة القناة، أنت معناها ممثل موجود على ذمة القناة ما يضرش الفنان هذا فيصل شوية؟ يضر بيان سور يضر. مسلسلات سامي الفهري عادة ما تخلق جدل واسع من أول حلقة. الجمهور يتقسم على اثنين، ثم اللي يشوف انه الاعمال هذه ثقافه داخله علينا وما عندهاش اي صله بالواقع، بل بالعكس تروج للفساد وتزيد من انتشار العنف. فعلى سبيل المثال مسلسل اولاد مفيده فرض تعليل هيكا عرض الحلقات ابتدائي من 10 ليلا بسبب مشاهد العنف. اما في مسلسل فلوج وصلت الانتقادات الى المحك، حيث اقام المحاميان صابر بن عمار وحسن عز الدين الدياب دعوى قضائية امام المحكمه الابتدائيه بتونس طلبا فيها بايقاف بث المسلسل، وسبب كالعادة العنف والفساد. قلت أنا في وقت من الأوقات هذا مسلسل خطير دونجورو خطير قوي هذا كلام خطير. أما من جهة أخرى ثم جمهور يشوف أنه مسلسل سامي الفهري تعكس واقعا اجتماعيا حقيقيا وتفتح نقاشات جريئة على مشاكل المجتمع كما العنف، الفساد، الفجوات بين الأجيال وحتى مسائل حساسة كما الزواج والاختلافات الاجتماعية. هذا الجمهور يعتبر الأعمال هذه فرصة باش نواجهوا الحقيقة. دونك المسلسل هو موضوع خذا موضوع مهم باش يتحكي عليه ومهم ياسر يتحكي عليه. حياة سامي الفهري مثل مسيرة معقدة مليئة بالنجاحات والتحديات على حد سواء، من بداياته كصحافي في إذاعة تونس الدولية إلى تأسيسه لشركة كاكتوس برود وإطلاق برامج ومسلسلات غير مسبوقة في التلفزيون التونسية. ترك بصمة واضحة على المشهد الإعلامي. وانتم شنو رايكم في سامي الفهري؟ هل تشوفوه رائد ومبدع في الإعلام التونسي ولا شخصية مثيرة للجدل وأعماله أثرت على القيم الاجتماعية؟